انت عارف يا ابو الصحاب، لما تسمع خالد الغندور وهو بيقول الكلام اللي انا جايبه لك في الفيديو ده، او لما تسمع كلام خالد الغندور يقنعك قوي. لكن انا هرد عليك واحده واحده يا كابتن خالد، وهنرد عليك بالمنطق وبالادب وبالاحترام. بس تعالى الاول نسمع الفيديو، وانا عايز الرجاله تعمل لايكات للفيديو ده بالذات عشان يوصل لكل الناس، عشان الفيديو ده مهم جدا تسمعه وتسمع الرد فيه للاخر. اسمع الفيديو للاخر عشان هتستفاد منه كتير جدا جدا جدا. يلا بينا نسمع خالد الغندور وبعدين نرجع نرد عليه تاني بكل هدوء وبكل رواق. يلا بينا. وتعالى بقى للجمهور. جمهور بعد مباراه الاهلي، وهتكلم عنها. بعد مباراه الاهلي جماهير قعدت تشتمني، تقول لي ايه؟ شفت اخر تطبيلك لمرتضى منصور؟ خلي عندك كرامه وسيب سيب القناه. خلي عندك كرامه وسيب القناه عشان خاطر بتقبض. فاجي اقول لهم احنا هنا، وانا شخصيا دائما مساند للزمالك. ولو كان رحيل خالد الغندور هو اللي هيرجع البطولات لنادي الزمالك مثلا، او العداوه اللي موجوده من ناس كتير ضد المستشار مرتضى منصور هي اللي بتحاول تهد او توقع الناس اللي حواليه، اللي بعضهم او كتير منهم حواليه حبا في الزمالك. ولو هذا الرجل اللي ماسك رئيس النادي، طب بقى لو اداره معاها مليار و700 مليون ومعاها 4 فروع ومعاها قوه ومعاها الاعلام ومعاها النفوذ ومعاها كل حاجه، وخسرت كل البطولات السنه اللي فاتت، ايه اللي حصل؟ الاعلانات زادت. السنه اللي فاتت بطل الدوري والكاس، الاعلانات قلت عندنا، واللي خسر دوري وكاس وكل حاجه زادت عنده. ازاي؟ ما اعرفش. وبالتالي هنا كمان سهل جدا، والله بتكلم جد، ان ناخد قرار الرحيل عن قناه الزمالك. ولكن اقسم بالله ان انا بقى قاعد في القناه دي لان انا اعلم جيدا ان انا كزملكاوي قادر على الدفاع عن نادي الزمالك في الحق وبالمنطق وبالعقل. وده بيضايق ناس كتير قوي، بما فيهم كمان ناس كتير قوي من الاهلاويه اللي مش عارفين يمسكوا عليها حاجه غير شويه تريقه او تنمر او شويه قصير. يعني هو ده عيبي عند البعض، او يا مطبلاتي او يا اللي بتقبض. وكأن اي واحد من اللي بيتكلموا وبيشوفوا يعني ما بيقبضش، يعني ما بيشتغلش عشان اسرته وعياله خالص. يعني لو شاف رئيس شركته واقف قدامه ما بيوقفش زي الالف. حاضر تحت امرك يا فندم. لكن بيشوف غيره مطبلاتي، بيشوف غيره لو بيشتغل قبيض. هسألكوا سؤال، هو اللعيبه اللي بتلعب في الزمالك دي او بتلعب في الاهلي دي وبتيجي تقعد وتتنك وتتشرط وعايزه فلوس، هو ده الانتماء؟ وبعد كده ارجع ابوس الفانيلا، ابوس الفانيلا بس انا عايز 12 مليون، ابوس الفانيلا 15 مليون. مش ده اللي بيحصل؟ طيب وكل اللي بيشتغلوا في القنوات في الاعلام، حتى القنوات الفئويه، وحضرتك ما بيقبضوش؟ ده في واحد مهندس الصفقات رفع قضيه على قناه ناديه عشان ما خدش فلوسه. احنا عمرنا ما رفعنا قضيه ولا على النادي ولا على قناه. المفروض الواحد يشتغل ببلاش، يعني يقعد يشتغل كده وما يقبضش في الاخر عشان الناس تقول الله الواد ده بيحب ما بيقبضش. بس هو لو راح الشغل وحب شركته وحب عمله وحب البنك اللي بيشتغل فيه ولا حب الشركه اللي بيشتغل فيها، لو جم اخروا ربع ساعه هيعمل كارثه في المكان. لكن على غيره انتوا بتقبضوا. احنا الوحيده اللي بنحب النادي، احنا الوحيدين اللي بنحب النادي، انتوا كلكم بتقبضوا. طب يا سيدي حب بص اقول لك حاجه، حب النادي بس روح الشركه واشتغل ببلاش عشان انت بتحب الشركه، عشان ما تصرفش على اسرتك ولا اهلك ولا ناسك. فكره الرمي محاوله التقليل منك على فكره ان انت بتقبض، مع ان الواحد بقاله يعني اكتر من 20 سنه بيشتغل في الاعلام. يعني احنا بقالنا سنتين ثلاثه قناه الزمالك فاتحه، في قناه الاهلي فاتحه من 2008، يعني قناه الاهلي بقى لها 15 سنه، احنا بقى لنا 3 سنين. وبالتالي رمي كلام كتير كتير كتير، لان في النهايه احنا بنساند النادي وواقفين في ظهر النادي وشايفين ان احنا عندنا اخطاء. عندنا اخطاء وما نحاولش ان احنا نداريها، لا احنا نتعلم منها. والجمهور نفسه يا مرتضى منصور جيب نبيل عماد دونجا، حرام عليك، جيب نبيل عماد دونجا، ده الوحش ده خليفه طارق حامد. اول ما جه نبيل عماد دونجا فلعب ماتشين وحش ورجع من اصابه وبتاع، بننتقم منك يا مرتضى، جبت لنا نبيل عماد دونجا، حرام عليك يا راجل، هو ده العيب ده؟ حرام. ايه الصفقات المضروبه اللي بتجيبوها دي؟ هم اللي قاعدين يتخانقوا عشان نبيل، هم اللي بيتخانقوا عشان جبت نبيل. انا مش بغسل وضامن جنه، انا بجيب افضل لعيبه موجوده، وعلى اللاعب ان يثبت ذاته في النادي الكبير تحت الضغوط والفوز بالبطولات، وليس تقديم اداء جيد فقط، لان الزمالك بيسعى دائما للحصول على بطوله وسط وسط زعابيب وامطار. بعد ما سمعنا خالد الغندور يا جماعه، انا شايفك يا ابو الصحاب اللي لسه ما عملتش لايك، انزل اعمل لايك او اعمل رياكت. ايوه على الكلام اللي قاله خالد الغندور. تعالى يا خالد الغندور عشان اكلمك في اكتر من حاجه في الفيديو ده. اول حاجه هو اتكلم على قصه ان الاهلي
طبعا ما خدش حاجه السنه اللي فاتت او ما خدش بطولات السنه اللي فاتت، والرعاه بتاعه زادت، هنتكلم فيها. وهنتكلم كمان عن قصه مرتضى منصور، وان هو يعني خد بطولتين الدوري يعني بطولتين السنه اللي فاتت واللي قبلها الدوري وما جالهمش رعاه، الرعاه قلت. وهنتكلم كمان عن قصه خالد الغندور والطبال، وان هو بيطبل وان هو بيهز لرئيس النادي، والناس لما كده يعني بتقبض وهو ما بيقبض عشان خاطر هو بيشتغل وكلام من ده. اول حاجه هنتكلم فيها قصه ان الاهلي رعاه زادت. احنا اي نعم ما خدناش الدوري السنه اللي فاتت يا خالد غندور، بس احنا وصلنا نهائي افريقيا، وصلنا نهائي افريقيا، وصلنا كاس عالم للانديه، وانت طلعت عفاريتك يا اهلي، عفاريتك يا اهلي وصلت لك كاس العالم للانديه، وقعدت تتريق وتقول كلام. ده لسه ده انا هعمله فيديو بس على رواق، والكلام ده انت قلته. ولعبنا كذا بطوله، والنادي الاهلي بيوصل دايما للفاينل، 3 سنين بيوصل لفاينل افريقيا. ازاي الرعاه بتوعه ما يزيدوش؟ انت عارف ليه رعاه نادي الزمالك بتقل؟ لان رئيس ناديك دايما في المحاكم، رئيس ناديك دايما بيسب الناس، رئيس ناديك سبك انت وانت دلوقتي بتطبطب وبتطبل وبتهز بما يرضي الله. وهنجيلك دلوقتي في قصه الطبل والهز. اما بقى قصه ان في ناس بتقبض وفي ناس بتشتغل وفي ناس مش عارف ايه، هو خالد الغندور، هو خالد الغندور اللي كان بيختلف مع مرتضى منصور من قيمة كام سنة قبل ما يشتغل في قناة الزمالك. هو خالد الغندور طلع على قناة او على الشاشة وقعد يقول ما ينفعش رئيس نادي يطلع يقول انت يالا، انت ايه اللي انت بتقوله ده يالا، مش ده كلامك يا غندور؟ وقعدت تقول اقسم بالله ما حد هيقدر يحتويني ولا حد هيقدر ياخدني تحت باطه. انا يعني والله العظيم انا قعدت ادور على الفيديو ده كتير، بس يعني ما كانش الوقت مساعدني، فقلت هقول لكم الكلام اللي هو قاله. لان هو انا فاكر الفيديو ده بالظبط، او تقريبا من حوالي يعني 4 سنين، يعني لو الذاكره مش خايناني بقاله 4 سنين الفيديو ده. وقعد يرد عليه ويقول له كلام، والكلام ده كان فيه مشادات، وخالد الغندور ما كانش بيحب مرتضى منصور، وقعد يقول لك انا ما بحبش مرتضى منصور، انا بحب النادي. لك ان تتخيل ان كل ده بيحصل، وكل الكلام ده خالد الغندور قاله، وكل الكلام ده مرتضى شتمه، ومرتضى قال له كلام. وكان لما مرتضى في 2020 لما مشي، او لما يعني بعد مباراة او نهائي القرن اللي هو بتاع دوري ابطال افريقيا لما احنا خدنا البطولة كنادي اهلي، لما مشي كان عامل معاه مشاكل برضو، وقال لك خلاص بقى مش هيرجع ومش عارف ايه، وانا ضد سياسة كده والكلام من ده. ولما رجع زي ما انتوا شايفين الهز شغال والطبل شغال والدنيا جميلة معاك. تعالى بقى لقصة ان انت بتقول ان في واحد بيقبض عشان بيشتغل، وانت بتقبض عشان خاطر انت بتشتغل، او دي لقمة عيشك، او في فرق واضح. في فرق واضح لما يكون واحد شغال في شركة، او واحد عامل غلبان شغال ب3 4000، فمضطر ان لان مفيش، لو ساب الشغلانة دي مفيش شغلانة غيرها، مفيش شغلانة غيرها. حتى لو وقف قدام مديره، لو وقف قدام مديره زي الالف، قبل ما يعني هو بيحترم الراجل او بيحترم المدير بتاعه بس بيحترم نفسه قبل ما يحترم المدير. يعني معلش المدير هيلاقيه واقف زي الالف يوم جاي نتش على قفاه، مش هيقول له عرض لي. ما هي ده الفرق، ده الفرق. الكرامة واضحة، الكرامة بتبقى واضحة، والمعرض بيبقى واضح، واضح جدا لكل الناس. مش محتاج اوصف لك، ومش محتاج اقول لك، ومش محتاج اعيد لك اكتر من كده، لان كل الكلام اللي انت قلته مجرد يعني شغل من الفكاهة، او شغل من الكلام اللي انت بتقوله. بتحاول تحلل لنفسك، دايما انت بتحاول تحلل لنفسك الحلو. يعني انت عملت حاجة غلط بتحاول تحللها لنفسك، هي دي صح، هي دي صح. انا راجل شغال في شغلانة، المدير بتاعي له احترامه، ليه مفيش مشكلة، ليه احترامه وليه كل حاجة، بس ان هو يقلب كرامتي لا. انت تقلب كرامتك واتشتمت واتهنت، وطلعت انت اتصورت واعتذرت، ايه رأيك بقى؟ واتحايلت عشان تشتغل تاني في القناة. حبيت بس اوصل له الرسالة دي. شكرا لكل الناس. انا عايز الناس تفعل على، يعني بص اعمل رياكت ها بلاش اللايك ها، وتابعنا على الصفحة عشان تشوف كل فيديوهاتنا اللي جايه، وردنا على اي واحد يفكر او تسول له نفسه قصاد النادي الاهلي او
اي حد يجي على النادي الاهلي. شكرا لكل الناس، حبايب قلبي.